بتسمع كلمة سعرات حرارية كتير دايما لما بتيجي تبدأ دايت، وتلاقيهم بيقولوا لك احسب سعراتك الحرارية، لأ ده زود لأ ده قلل، وانت أصلا ما تعرفش يعني ايه سعرات حرارية. تعال نعرف يعني ايه سعرات حرارية. السعرات الحرارية هي الطاقة اللي في الأكل، هنشبهها بالوقود بتاع العربية. العربية عشان تمشي بتحتاج وقود أو بنزين. بالظبط، انت لما تيجي تاكل أكلة معينة، الأكلة المعينة دي فيها كمية من الطاقة، وجسمك في اليوم كله بيحتاج كمية معينة من الطاقة. لو زودت عنها هتزيد في الوزن أو هتتخن، ولو قللت عنها هتخس أو هتنقص في الوزن. فهي معادلة، فعشان تثبت على وزنك لازم تعرف كمية السعرات الحرارية اللي جسمك بيحتاجها في اليوم عشان تديها له، فما يزيدش أو ما يقلش. ولو عاوز تزيد في الوزن بتحسب السعرات اللي جسمك محتاجها في اليوم وتزود له عنها، فتبدأ تزيد في الوزن. ولو عاوز تخس تشوف جسمك محتاج قد ايه وتقلل عنه عشان ياخد من مخزون الدهون، وبالتالي تقدر تخس. ولو مش عارف ازاي تحسب سعراتك الحرارية اعمل لي فولو عشان هنزل فيديوز افهمك ازاي تحسب سعراتك الحرارية، وهديك تطبيقات تساعدك في حساب السعرات الحرارية وابلكيشنز تدخل عليها الأكل بتاعك عشان تقدر تحسب في اليوم أو تقدر في اليوم انت كلت كام سعرة حرارية، وتقدر توصل للهدف اللي انت عاوزه. ولو عندك أي سؤال سيبه في الكومنتات.